القلايه الكهربائيه او القلايه الهوائيه او الاير فراير على العريس ولا على العروسه؟ هو ده سؤال على فكره احنا عارفين اجابته، بس انا حبيت اعمل كده مفاجاه اول الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ الناس او البنات اللي بيجهزوا نفسهم او الستات البيوت اللي عايزين يجي يطوروا مطبخهم ويجيبوا حاجات حديثه عندها في المطبخ، كلهم بيفكروا يجيبوا قلايه هوائيه ولا يجيبوا ميكرويف ولا يجيبوا اللي هو الفرن الكهربائي. تعالوا النهارده بقى، بما ان احنا عملنا حلقه مقارنه ما بين القلايه الهوائيه وما بين الميكرويف، تعالوا النهارده نعمل حلقه تفصيليه شويه عن القلايه الكهربائيه، لان في ناس كتير قوي بعتت لي عن القلايه الهوائيه وايه استخداماتها بالظبط في المطبخ. القلايه الهوائيه يا جماعه باختصار شديد جدا هي عباره عن ماكينه بيكون فيها درج معمول من التيفال عشان الحاجه ما تلزقش فيه، وبيكون فوقيها ملف كهربائي بيحول الطاقه الكهربائيه لطاقه حراريه شديده، وفوق منه مروحه بتلف بسرعه شديده جدا عشان تنقل الحراره من الملف الكهربائي للهكل. دي بنقول عليها الحراره بالحمل او التسويه بالحمل. باختصار شديد جدا يا جماعه عشان ما نضيعش وقتنا، بمعلقه زيت او بمعلقه زبده نقدر نسوي ما يعادل 1700 جرام بطاطس، يعني كيلو 700 جرام بطاطس بمعلقه زيت واحده، فاصبح ان هي هتوفر لنا في الزيت. طب الناس تقول لنا طب انا محتاره، طب اجيب قلايه هوائيه ولا اجيب الفرن الكهربائي؟ احب اقول لك يا ست الكل ان الفرن الكهربائي لو احنا هنحط مقارنه ما بينه وبين القلايه الهوائيه، لا انا اجيب قلايه هوائيه عشان هتوفر لي اكتر في الكهرباء، لان كل ما الحاجه هتكبر كل ما فقد الحراره او فقد الطاقه هيزيد، لان ده مش هنقدر نتحكم فيه. لكن القلايه الهوائيه هنقدر نتحكم فيها شويه في حته الاقتصاد في الكهرباء والزيت اللي هتستخدمه. بالنسبه للناس اللي هي متبعه نظام غذائي قليل الدهون، فالقلايه الكهربائيه او القلايه الهوائيه هتعتبر يعني بديل كويس قوي ليهم واختيار كويس جدا ليهم. طبعا الفروق في السعر بترجع للاوبشن اللي هو بيكون جوه القلايه الكهربائيه او القلايه الهوائيه، لان فيها واحده يدويه اللي انت لازم تخرجي الدرج او الدراور ده من القلايه وتقلبي الاكل وبعدين تدخليه تاني، وفي منها بيبقى ليها دراع اوتوماتيك بيقلب الاكل باستمرار جوه، انت ما تحتاجيش تطلعي الدراور من جوه. فده طبعا اوبشن زياده، طبعا هو ده اللي بيغلي سعر المنتجات، لكن كلها واحده وكلها الكونسبت بتاعها واحد. بالنسبه للست البيت اللي بتحتاج دايما تعمل اكل بسرعه ومحتاجه مقليات ومش عارف ايه والكلام ده كله، فالقلايه الهوائيه هتعتبر برضو اختيار كويس قوي ليها. طبعا الميكرويف ده حاجه تانية، ده قصه تانية، عشان لو الناس هتقارن ما بين الميكرويف وما بين الكهرباء او الفرن الكهرباء، لا الميكرويف يكسب، لان الميكرويف اقتصادي جدا في الكهرباء. ثانيا ما يعلاش عليه في التسخين والتسويه، لانه بيسوي تقريبا في 5 دقائق وبيسخن في 10 ثواني، فطبعا ما فيش حد بيقدر يقارن معاه، يعني هو بيكسب دايما. طيب بالنسبه انا بقى دي كده احنا اتكلمنا عن المميزات اللي هي في القلايه الكهربائيه. طبعا احنا نقدر نسوي في القلايه او القلايه الهوائيه نقدر نسوي فيها جميع المنتجات، يعني ممكن نسوي فيها بطاطس، بطاطا، نسوي فيها فراخ مقليه ممكن الفراخ تبقى نيه بالكامل وتتسوى. العيوب بقى اللي احنا ممكن نلاقيها في القلايه الكهربائيه دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي. اولا القلايه الكهربائيه بتاخد وقت طويل جدا في تسويه الحاجه، يعني القلايه الكهربائيه او القلايه الهوائيه عشان اسوي فيه بطاطس كيلو مثلا بياخد 50 دقيقه. ده عيب خطير جدا هنتكلم عليه قدام شويه. تاني حاجه هتعود ست البيت على الكسل. ازاي؟ ان هي هتستسهل دايما، بدل ما تجيب شويه زيت او ان هي تحمر او ان هي تحط حاجه في الفرن، هتقلب كله في القلايه وتسيبها تشتغل وبعد 50 دقيقه ببص على حاجه. هتعودنا على نظام غذائي غير صحي. طبعا ست البيت لما هتكسل او عندها شباب مش عايزين يتعبوا نفسهم ان هو يجيبوا دليفري والكلام ده كله، او ان هم يعملوا حاجه فريش على ايديهم في البيت، فهيبقى عندهم القلايه الكهربائيه ان هم هيجيبوا ناجتس، هيجيبوا اي حاجه ويقلبوها في القلايه الكهربائيه، وهيبقى فيه خطوره شديده جدا بالنسبه لزياده الوزن. والعيب بقى اللي احنا هنتكلم عليه اللي هو تسويه النشويات زي البطاطس. البطاطس لما بيزيد تسويتها وقت طويل او بتاخد وقت طويل، وخصوصا ان هي بتاخد 50 دقيقه طبعا زي ما احنا قلنا،
النشويات بالاخص وبالذات البطاطس، النشويات لما بتقعد وقت طويل على درجه حراره عاليه بتعدي ال 180 درجه، بتحول ماده اسمها ماده الاكريمالايد او ماده الاكريميليد، ودي ماده مسرطنه شديده الخطوره. طبعا احنا لما بنفضل نعمل الموضوع ده على المدى الطويل، ماده الاكريمالايد بتترسب في الكبد وبتترسب في الجهاز الهضمي وبتعمل مشاكل سرطانيه، ربنا يعافينا ويعافيكم. طبعا انا مش من الناس اللي بتاعت سهوله التسويات، طبعا كل ما الحاجه تبقى سهله طبعا كويس، بس طبعا احنا لازم ننوع في مصادر التسويات بتاعتنا عشان جسمنا يستفيد بكل العناصر الغذائيه. يعني لازم نحمر، لازم نشوي، لازم نحط في الفرن، لازم نشوح في الطاسه، لازم تنوع الغذاء ده لازم، او تنوع التسويات ده لازم. اتمنى كده ان احنا نكون عملنا فيديو سريع كده خفيف لطيف، قدرنا فيه نلم القلايه الكهربائيه او اللي هي القلايه الهوائيه او الاير فراير انتوا عايزين تسموها. ما تنسوش تكتبوا لنا تحت في الكومنتات انتوا بتتابعونا منين، وتقولوا لنا احنا بنقدم لكم محتوى كويس بالنسبه لكم ولا لا. اتمنى يا جماعه لو انتوا بتشوفونا على اليوتيوب تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو انتوا بتتابعونا على الفيسبوك تعملوا لنا متابعه وتقولوا لنا بتتابعونا منين، وتصلوا على النبي في الكومنتات. واشوفكم على خير دايما، وصفه سهله مع السلامه.